السلام عليكم، شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله زينين. وياكم احمد، طلاب السادس 2026. هواي من عندكم حاليا يفكرون انه خلاص انا فرصتي انتهت وخلاص انا ما راح اقدر وما راح انجح وما راح اطلع معدل عالي. فتعال خلينا نعرف ليش انت ما تقدر. مو لانك اقل من غيرك، كل الناس نفس الشيء، ولا لان الظروف ضدك. كل الطلاب وكل طالب اليوم سادس او اي طالب عنده ظروف. بس خلي نكون صريحين، انت ما تقدر لانك صدقت هاي الفكرة، صدقت ببالك انه انت ما تقدر وما راح تنجح بمجرد انك غلطت بحل او رسبت بامتحان انه خلاص انت ما راح تقدر. كل طالب اليوم ناجح من طلاب السادس او اي طالب مر بنفس التعب ونفس الخوف ونفس الضغط اللي انت تمر بيه، واسأل الطلاب اللي جابوا 100 كلهم مروا بنفس الشيء. بس الفرق هو كمل وراح ونجح وطلع معدل 100 وطلع معدل 90 والمعدل اللي يريده ودخل قسم احلامه. وانت بعدك دا تفكر اذا تقدر او لا. ماكو طالب قوي، خلي ببالك، ماكو طالب قوي طول الوقت. تمام، ماكو. يعني احنا من بدينا السادس وغيرنا جتنا فترات انه مثلك حاليا لازم نستسلم، احنا ما نقدر، خلاص تعبنا. بس شنو؟ لا، رجعنا بكل مرة نوقع نرجع. وانت لازم ترجع، لازم تسوي اللي سويناه وترجع كل ما توقع. تمام. فاذا انت اليوم تشوف نفسك والله انا كنت قبل اقرا 4 محاضرات 3 محاضرات، اليوم قرأت بس محاضرة واحدة، هذا مو ضعف. اوكي، هذا مو ضعف، هذا تدريب إلك. واذا غلطت بالحل هذا مو فشل، هذا دليل على انك دا تحاول. والسادس مو للي ما ينضغط، يعني ماكو طالب اليوم يدخل سادس ويطلع من عنده ما مضغوط وما تعبان، لا لا. السادس للي ما يوقف عند الغلط، يكمل حتى لو هو غلطان، يكمل ويدرب نفسه ويرجع اقوى. تمام. فانت ارجع اسأل نفسك انه انت ليش ما تقدر. اذا غيرك قدر وانت مثله وماكو فرق بيناتنا، اذا انت تقدر. تمام. فاليوم لازم ترجع وتقول انا اقدر. ما تسأل روحك ليش ما اقدر، لا، كلنا نقدر وكلكم تقدرون. تمام. وماكو طالب احسن من طالب. لا تباوع على غيرك، تشوف غيرك نجح وانت رسبت وهو احسن مني، لا، ماكو طالب احسن من واحد. هو الفرق انه تعبان بس قرأ وانت تعبان بس ما قرأت. فشدوا حيلكم، الفرصة قدامكم وبعد عندكم هواي وقت. لا تفكرون ابدا بالوزارة ولا بنصف السنة ولا بشي، ركز على اللي عندك هسه وانجز وخلص من اللي عندك. اتمنى لكم كل التوفيق ويا رب النجاح والمعدل العالي اللي تتمنوه.